لغز مدينة كابادوكيا قصة حضارة كاملة مدفونة في باطن الأرض، ولا حد يعرف مين بناها ولا ازاي اختفت. عاش فيها أكتر من 20,000 بني آدم لقرون طويلة. يا ترى ايه حكايتها وليه حيرت العلماء؟ تخيل انك تنزل 85 متر تحت الارض وتلاقي نفسك جوه مدينة كاملة مبنية بالكامل، وحضارة كاملة فيها بيوت ومدارس ومخازن ومطابخ، حتى الكنايس موجودة فيها. المدينة دي عاش فيها اكتر من 20,000 بني ادم لقرون طويلة. ودي بقى مدينة ترانكيو في منطقة كابادوكيا بتركيا، واللي بتعتبر اكبر مدينة تحت الارض في العالم، واللي حيرت العلماء بعد ما اكتشفوا وجودها. وهي مدينة كاملة تحت الصخور البركانية، ومبنية بطريقة هندسية عبقرية تخليها تعيش قرون من غير ما تنهار، واللي يدخلها يحس كأنه دخل عالم تاني موجود حرفيا تحت الأرض. القصة بدأت بالصدفة سنة 1963. واحد من أهالي كابادوكيا كان بيجدد بيته عادي جدا، فجأة لاحظ إن في حيطة ضعيفة عنده، حاول يبنيها تاني لكن اكتشف فيها ممر غريب. قرر يمشي فيه واكتشف انه عبارة عن سرداب بيودي المدينة كاملة تحت الارض. تخيلوا انها معمولة على 18 طابق نازل لتحت، وكل طابق ليه وظيفة خاصة. يعني مثلا في طوابق للمعيشة، وفي طوابق للتخزين، وطوابق للماشية، وحتى اماكن للعبادة والتعليم. تخيل انك عايش حياتك كلها تحت الارض من غير ما تحتاج تطلع بره ولا حتى تشوف الشمس، وكل ده كان موجود زمان من آلاف السنين. المهندسين اللي عملوا المكان ده كانوا عباقرة حرفيا، وده لأنهم قدروا يحفروا الأنفاق في صخور بركانية اسمها الطوف، ودي صخور طرية وسهل تتشكل، لكنها مع الوقت بتبقى قوية ومتينة. علشان كده قدروا يحفروا غرف وممرات متعرجة من غير ما تنهار لحد دلوقتي. والأجمل إنهم عملوا نظام تهوية خارق، أعمدة بتمتد لعشرات الأمتار بتنقل الهواء بين الطوابق كلها علشان الناس تقدر تتنفس جوه وكأنهم فوق الأرض. وكمان أبار مياه عميقة توصل للمية العذبة ليهم. مش بس كده، دول كمان بنوا أبواب ضخمة جدا، ودي بقى اللي كانوا بيقفلوا بيها الممرات. أقراص حجرية مدورة وزن الواحد منها يوصل لأكتر من نص طن، وتخيل إنك بيتقفل من جوه وما يتفتحش غير من سكان المدينة نفسهم. ودي كانت وسيلتهم إنهم يحموا نفسهم لو في خطر جاي من بره. الباحثين اختلفوا كتير عن المدينة دي، والكل كان مستغرب وبيسأل يا ترى مين اللي بناها. حسب تقرير عن المدينة نشرته جريدة الوطن، ففي ناس قالت إن الحيثيين اللي عاشوا في الأناضول من آلاف السنين، وفي اللي قال إن المسيحيين الأوائل استخدموها علشان يستخبوا من الأعداء. إنما الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها إن المكان ده كان ملجأ مثالي لأي حد عايز يحمي نفسه من الغزوات أو أي خطر عموما. وطبعا مش ترانكيو بس اللي مبنية تحت الأرض، كابادوكيا كلها مليانة مدن تحت الأرض، والمؤرخين بيقولوا إن عددهم ممكن يوصل ل 200 مدينة متفرقة تحت الصخور، لكن اللي مفتوح للناس 3 بس من المدن، وهم درانكيو، كايمكلي، وأوزوكوناك. كايمكلي مثلا مشهورة جدا، فيها 8 طوابق، لكن المسموح للزوار 4 بس، وانت ماشي فيها هتلاقي اسطبلات في الأول علشان الحيوانات، بعد كده كنيسة محفورة في الطابق الثاني، وغرف تخزين ضخمة في الدور الثالث، ومزارع عنب وجرار فخارية ومطابخ في الدور الرابع. وأكتر حاجة حيرت العلماء إن نظام التهوية اللي اتعمل من آلاف السنين لحد دلوقتي شغال. الناس اللي بيدخلوا يزوروا بيحسوا إن في هوا بيتجدد جوه وكأنهم فوق الأرض. انتوا بقى تفتكروا مين اللي بنى المدينة دي، وإزاي عملوا كده زمان من غير أدوات حديثة؟